فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل الجنة هم الضعفاء ومن في صورتهم من الأغنياء، من هم أهل رقة قلب وصلاح سريرة وحسن خلق وسداد قول وصلاح عمل ومحبة للخير وتواضع ومسكنة وذلة لله جل وعلا وأدب مع الله وإحسان إلى خلقه. هؤلاء هم خيار الناس، هم أهل الجنة. وأما أهل النار فهم أوصافهم أيضا متبينة وظاهرة. كل عتل، كل شخص جافي غليظ الطبع قاسي القلب، جوار يعني لا يصبر على بلية ولا يشكر عند نعمة، بل يشكر الله على الخلق ويعترض على الله تعالى في قدره وتدبيره. ومن ذلك إنه جموع منوع، يجمع المال من حله وحرمته، ومنوع لا يؤدي الواجب فيه لا لله تعالى ولا لخلقه. فهذه صفة أهل النار، أجارنا الله وإياكم من النار.